هل انا اقدر ابيع الشقه بتاعتي او الارض بتاعتي اكتر من مره؟ طب هل انت تقدر، لو انت من ضمن المشتريين يعني، تقدر ترفع عليه قضيه نصب لاني بعتها ليك ولغيرك؟ لا. طب لو رفعت هتاخد براءه. طب ليه؟ قبل ما تتهور وتشتم وتقول اي لفظ خارج، الكلام ده مش كلامي انا، ده كلام احكام محكمه النقض ومبادئ مستقر عليها من احكام محكمه النقض، اللي بتقول ايه؟ الملكيه لا تنتقل الى المشتري الا بتسجيل عقود البيع، والعقد الذي لم يسجل لا ينشئ الا التزامات شخصيه فيما بين الطرفين. يعني ايه الكلام ده بقى؟ الكلام ده معناه ان انا لو بعت لك بعقد عرفي او حتى بتوكيل بالبيع للنفس وللغير او عقد وتوكيل الاثنين مع بعض، وانت ما سجلتش العقد ده في الجهه الحكوميه المختصه اللي هو الشهر العقاري او السجل العيني، ما نقلتش ملكيه العقار ده باسمك في السجل العيني او الشهر العقاري، فالعقد ما بيننا لا يترتب عليه الا التزامات شخصيه ما بينه وما بينك. طيب هل قضيه صحه التوقيع تعتبر تسجيل؟ الاجابه لا، برضه لا تعتبر تسجيل. التسجيل اما بدعوى صحه ونفاذ وهي غير قضيه صحه التوقيع تماما، او في الشهر العقاري او السجل العيني على حسب موقع العقار. يعني ايه الكلام ده برضه؟ يعني انا اقدر ابيع ليك ولغيرك 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 واخد الفلوس دي كلها وانتوا كلكم تتخانقوا مع بعض في مين اللي هياخد الشقه دي او مين اللي هياخد العقار ده. والعقار ده يبقى من حق مين ومين اللي ليه الحق ان هو يقعد فيه، على الرغم من وجود عقود كتيره؟ هل اللي عقده اقدم ولا اللي عقده اجدد ولا اللي حاطط ايده على العقار؟ في الحاله اللي زي دي اللي يفوز بالعقار من له اسبقيه التسجيل، اللي مشى في اجراءات التسجيل الاول، هو ده اللي يستحق ان هو ياخد العقار ده. طيب والباقيين هيعملوا ايه؟ يرفعوا عليا قضيه نصب؟ ما انا قلت لك لو رفعوا عليا قضيه نصب هاخد فيها براءه. ليه؟ لان العقار ما زال مسجل باسمي قبل ما يتسجل باسم شخص تاني او يتنقل لاسم شخص تاني، ما زال مسجل باسمي وانا لم ابيع ملك الغير، انا بعت ملكي، لان قضيه النصب تشترط فيها بيع ملك الغير، وانا لما بعت لك العقار كان لسه مسجل باسمي في الجهات الحكوميه، فبعت للتاني فما زال برضه مسجل باسمي، فللتالت للرابع للخامس للعاشر وما زال مسجل باسمي. لما يتنقل لشخص ثالث او شخص تاني وبيع بقى بعدها، تتحقق في حقي قضيه النصب. انما طالما هو ما زال مسجل باسمي مش حد يقدر يرفع عليا قضيه نصب، ولو حد رفع عليا قضيه نصب هياخد فيها براءه. طيب الناس التانية دي اللي اتنصب عليها او اللي بعت لهم وما خدوش العقار وفي واحد تاني سجل قبلهم وخد العقار، لهم الحق يعملوا ايه؟ الناس دي لها الحق ان هي تطالب بالدعوه المدنيه بتاعتها، مطالبه بالمبلغ او الى اخره، على حسب الالتزامات الشخصيه اللي موجوده في العقد. بس هل ليها الحق ان هي ترفع قضيه جنائيه ضدي؟ لا، هتاخد براءه. وده مستقر عليه باحكام محكمه النقض، مش كلامي، مش افتى من عندي. وهسيب لكم حكم محكمه النقض في التعليقات، وهعمل لكم بوست مفصل بالموضوع ده، يبقى ادخل شوفها عندي في الصفحه، ولو ما كنتش مشترك معانا هيفوتك كتير خالص، وبالفعل فاتك كتير. ادخل خد لك لفه في الصفحه عندنا. شكرا.